عمرك حسيت إنك فاشل؟ إنك مهما حاولت الدنيا مش عايزة تمشي معاك؟ تخيل إنك تقدم في 30 وظيفة وكل مرة يرفضوك. تخيل كمان تقدم في كنتاكي مع 23 واحد كلهم يتقبلوا إلا إنت. الموقف ده كفيل يخلي أي حد يكسل يزهق يستسلم، بس في واحد صيني صغير قرر ميتكسرش، قرر يحول الرفض الوقود يوصله لحلم عمره. قصتنا النهاردة عن جاك ما، مؤسس علي بابا، الراجل اللي بدأ من تحت الصفر واتسخر منه واترفض آلاف المرات لحد ما بقى ملياردير عالمي. في الدقيقتين الجايين هنعيش حياته خطوة بخطوة ونكتشف ازاي ممكن أي واحد فينا يحول فشله لأكبر قوة عنده. جاك ما اتولد سنة 1964 في مدينة هانجتشو في الصين. عيلته كانت فقيرة جدا لدرجة انهم احيانا ما يلاقوش اكل كفاية. جاك كان طفل صغير ضعيف، جسمه نحيف، صوته غريب. في المدرسة كانت درجاته سيئة، خصوصا في الرياضيات، كل امتحان يسقط. لكن كان عنده حاجة مميزة: فضول. كان بيقعد بالساعات يراقب السياح اللي بيزوروا مدينته، يسمع لغتهم، يحاول يقلدهم. وفي يوم قرر أنا هتعلم إنجليزي بأي طريقة. كان يركب عجلته كل يوم الصبح يروح الفنادق اللي فيها أجانب ويعرض عليهم: هوصلكم مجانا بس في المقابل تعلموني كلمة أو جملة إنجليزي. وبالفعل اتعلم اللغة من الشارع مش من الكتب، ودي أول نقطة قوة عنده، يعرف ازاي يتعلم من الحياة نفسها. كبر جاك ما وحاول يدخل الجامعة. أول مرة فشل، تاني مرة فشل، تالت مرة برضه فشل. بعد 3 سنين من المحاولة أخيرا دخل جامعة هانغوتشو، لكن حتى بعد التخرج الكوابيس لسه مستمرة. قدم على أول وظيفة رفضوه، قدم على تانية رفضوه، لحد ما وصل العدد ل30 مرة. أغرب موقف حصل لما مطعم كنتاكي فتح في مدينته. قدم معاهم، كان 24 واحد، 23 اتقبلوا، الوحيد اللي اترفض جاك ما. حتى الشرطة قدم عندهم، قالوله انت ضعيف مش مناسب. الطبيعي بعد كل ده أي حد يستسلم، بس جاك ما كان مختلف. قال أنا يمكن مش أحسن واحد، بس أنا مش هبطل أحاول. في سنة 1995 جاتله فرصة يسافر أمريكا كمترجم. هناك لأول مرة في حياته شاف الإنترنت. طلب من صاحبه يكتب كلمة، ظهر له كل الأنواع من دول العالم، ولكن ولا حاجة من الصين. وقتها حس ازاي الصين اللي فيها ملايين الناس مش موجودة على الإنترنت. كانت دي اللحظة اللي غيرت حياته. قرر يرجع الصين وبدأ أول مشروع إنترنت. فشل، عمل موقع تاني، فشل برضه. بس جاك عنده عادة: الفشل مش نهاية، الفشل تدريب. في 1999 جمع 17 من أصحابه في شقته. قال لهم أنا عندي فكرة، نعمل موقع اسمه علي بابا يربط التجار الصينيين بالعالم كله. الناس ضحكت، مين هيشتري اونلاين؟ لكن هو اقنع فريقه وبدأوا بأبسط الامكانيات. شهور طويلة من التعب، مفيش فلوس، مفيش دعم، لكن جاك كان مؤمن. فضل يقابل مستثمرين وكلهم يرفضوا، لحد ما أخيرا لقى أول مستثمر يؤمن بيه. ومن هنا بدأت الحكاية تكبر. بعد سنين قليلة علي بابا بقت من أكبر الشركات التجارة الإلكترونية في العالم، والصين كلها بقت موجودة على الخريطة الرقمية. جاك ما مش بس بنى شركة، جاك بنى فلسفة للحياة. أول حاجة إن الفشل مش نهاية. بيقول أنا فشلت في كل امتحاناتي تقريبا، لكن الفشل هو اللي خلاني أتعلم. تاني حاجة، الرفض مش عيب. لو الناس قالتلك لأ، ده مش معناه إنك غلط، معناه إنك لسه موريتهمش قوتك. رقم 3، الرؤية أهم من الفلوس. أنا ما كانش معايا فلوس، لكن كان معايا حلم. رقم 4، الإصرار أقوى من الذكاء. الذكي ممكن ينجح بسرعة، لكن اللي عنده إصرار هو اللي بيكمل. رقم 5، القوة في الفريق. أنا ما كنتش أعرف تكنولوجيا، لكن جمعت ناس بتفهم. رقم 6، الفرصة بتيجي مرة. الإنترنت كان فرصة، اللي استغلها كسب. رقم 7، النجاح للي ما بيستسلمش. أنا مش أنجح واحد، لكن أنا آخر واحد بيستسلم. جاك ما علمنا إن النجاح مش محتاج تكون أذكى واحد ولا أغنى واحد ولا عندك أحسن ظروف. النجاح محتاج إصرار، إيمان، ونظرة مختلفة. النهاردة السؤال ليك: ايه الحاجة اللي نفسك تبدأها بس مأجلها عشان خايف من الفشل؟ ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة حتى لو الناس ضحكت عليك. افتكر جاك ما بدأ من مكتب صغير مع 17 شخص، والنهاردة بيدير شركة بمليارات الدولارات. يمكن الخطوة اللي هتاخدها دلوقتي تبقى بداية قصتك اللي العالم كله بيتكلم عنها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، دعوا لإخواتنا في فلسطين وغزة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.